السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا جميعا بخير وفي اتم صحه واحسن حال. وصفتنا النهارده سهله وبسيطه وسريعه واقتصاديه جدا جدا، حاجه كده في منتهى الجمال. وصفه النهارده تقدروا تسموه بسكوت ال5 دقايق او حلوى الهلال او بسكوت الهلال. وصفه سهله جدا وسريعه واقتصاديه ومش هتاخد معاكي وقت خالص، بدون سمنه وبدون زبده وبدون اي مكونات صعبه، دايبه ومقرمشه جدا مع كوبايه شاي بقى. ما شاء الله تبارك الله. تعالوا بينا على طول نبدأ الفيديو ونشوف هنحضرها مع بعض ازاي. بس اهم حاجه ما ننساش نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. واهم حاجه بقى ما تنسيش تحط لايك لو عجبك الفيديو. يلا بينا نبدا. اول حاجه هنسمي الله، ومعانا طبق عميق هنبدا نضيف فيه بيضه واحده بدرجه حراره المكان. وبما اننا حطينا البيض فلازم نحط رشه الفانيليا، وبالمضرب اليدوي هتبداي تخفقي البيضه كويس جدا مع الفانيليا. هنقلبهم كويس قوي لحد ما البيضه تختفي معانا وكمان لونها يفتح خالص، بدون بقى مضرب كهربائي او عجان او حتى خلاط، بالمضرب اليدوي بس كده. بعد كده هبتدي اضيف نص كوبايه من السكر، وزن نص كوبايه السكر 100 جرام، وهبدا ان انا اقلبهم مع بعض برضو بالمضرب اليدوي كويس جدا لحد ما قوام السكر مع البيضه يفتح معانا كده وتحس ان قوامه كده بقى كريمي شويه. الخطوه اللي بعد كده هبتدي اضيف نص كوبايه من الزيت، وزن الزيت اللي معايا برضو 100 جرام. طبعا الزيت اللي هنستخدمه لازم يكون زيت نقي وكمان ملوش اي ريحه، علشان البسكوت طبعا ما يبقاش فيه ريحه ظاهره ليه كده مش كويسه ويكون طعمه حلو في النهايه. اضيف بعد كده معلقتين كبار من جوز الهند الناعمه، عايزه اقول لكم هيخلوا طعم البسكوت جميل جدا. لو مش بتحب جوز الهند في البسكوتات ممكن تستغنى عنهم تماما وتكملي باقي الوصفه عادي، بس عايزه اقول لكم هو فعلا بيبقى طعمه حلو قوي في البسكوت. هخلطهم مع بعض بقى كده لحد ما ادمج كل المكونات مع بعضها. ودلوقتي هكون محضره معايا كوبايتين من الدقيق المنخول، وزن الكوبايه 125 جرام، يعني هستخدم تقريبا ربع كيلو من الدقيق، ما يعادل 250 جرام بالظبط. طبعا الكوبايه المستخدمه هيكون مقدارها زي اي مج موجود في اي بيت، يعني مج الشاي العادي المتوفر في اي بيت. بعد كده نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، ما نكترش برضو اكتر من كده، احنا عايزينه بس كده يدي هشاشه للبسكوت. ضفت كمان ربع معلقه صغيره خالص من الملح، وهبتدي بقى اخلط بقى الدقيق مع المكونات السائله. ودايما خلي جنبك كده شويه من الدقيق، ربما تحتاجي ليه معلقه او معلقتين من الدقيق لو حسيتي ان العجينه سايله شويه، وممكن ما نحتاجش وممكن نقلل كمان من كوبايتين الدقيق. يعني ما تلتزميش بالمقدار اللي انا بستخدمه، ممكن تستخدمي دقيق اكتر ممكن تستخدمي دقيق اقل، وده بيرجع لكميه السوائل اللي انت مستخدماها. ربما تكون البيضه اللي انت استخدمتيها مثلا السائل اللي فيها اكتر من البيضه اللي انا استخدمتها، او العكس. يعني ممكن تكون البيضه اللي احنا بنستخدمها اكبر او اصغر، وده طبعا بيرجع للمكونات اللي احنا بنستخدمها. انا محتاجتش في الوصفه دي غير كوبايتين بس من الدقيق، يعني محتاجتش اضافه دقيق تاني. طبعا العجينه معاكي طول ما هي طريه معاكي يبقى هي كده تمام، لو حسيتي ان هي سايله قوي يبقى هي كده محتاجه لسه معلقه من الدقيق او معلقتين، بتزوديهم بالتدريج. لو حسيت ان العجينه نشفت منك قوي دي بتكون لسه محتاجه سوائل، ممكن نزود لها معلقه زيت علشان تطريها شويه. كمان نخلي بالنا من نقطه مهمه جدا، ان البسكوت مش بيتعجن بس بنقلبه كده بطراطيف صوابعنا لحد ما العجينه تلم. بعد كده بدات اشكل بقى البسكوت بتاعي على شكل كرات علشان يبقى سهل تشكيله معايا. وزنت كده كل كوره بما يعادل 25 جرام بس، يعني وزن الكوره معانا كده يكون 25 جرام. لو متوفر عندك الميزان ابدأي اوزنيها، لو مش متوفر يبقى كده يعني نظرك هيكون ميزانك كده، ابدأي كده اعملي كل الكرات قد بعضها. وضروري واحنا شغالين نغطيهم بكيس بلاستيك بحيث ان هم ما ينشفوش معانا. نيجي بقى لطريقه التشكيل اللي مفيش اسهل منها. هبدأ اجيب كده كوره من الكور اللي انا شكلتها وهفردها كده على الرخامه بالشكل ده. بنخلي كده الاطراف تكون رفيعه شويه، وابتدي ان انا اجيب كده الاطراف على بعضها بالشكل ده، وهبدا ان انا اقوسها كده واعملها على شكل هلال. طبعا سهله جدا ومفيش اسهل من كده. في الوقت ده بكون مجهزه معايا صاج بدون اي ماده دهنيه، لان انا في حاطه فيه البسكوت ده ماده دهنيه كويسه جدا، مش محتاجه ان انا ادهن الصاج بتاعي. ببدا بقى احط البسكوت بتاعي كده في الصاج واحده جنب التانية لحد طبعا ما اخلص كل الكميه اللي معايا. وبعد ما بخلص ببدا ان انا اضغط عليها كده شويه بايدي. انا عايزه كل البسكوت يكون كده سمك واحد علشان يستوي كويس معانا وما يكونش طري من جوه. وحاولي كمان تسويها كده وتخلي كل الهلال او كل شكل البسكوت يكون كده زي بعضه علشان يكون شكله متناسق في النهايه. شايفين بقى طريقته سهله وبسيطه جدا جدا. بعد ما بخلص زي ما قلت لكم بضغط عليه شويه علشان اخلي كل السمك يكون زي بعضه. شايفين بقى دي كانت كميه البسكوت اللي انا عملتها. عملت الصاج ده وعملت كمان شويه من البسكوت في صينيه تانية. يعني ما شاء الله اللهم بارك، كميه البسكوت اللي عملناها بين كوبايتين دقيق كانت جميله جدا ومناسبه قوي. نيجي بقى لطريقه التسويه. طبعا بنعامله معامله البسكوت، يعني معامله اي بسكوت بتعمليه. بنشغل الفرن يسخن كويس، بعد كده بندخل الصاج على رف اوسط درجه حراره 160، بلاش نعلي قوي علشان ما ياخدش لون بسرعه معانا. بدخل الصاج على رف اوسط، وكل 5 دقايق كده بلف الصاج شويه علشان درجه الحراره تتوزع كويس على كل البسكوت.
وبعد ما بيخرج معانا بقى من الفرن اول ما ياخد لون من تحت بنفتح الشوايه ياخد لون بسيط جدا، وبعد كده بنخرجه بيكون بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ما شاء الله اللهم بارك، شكله جميل جدا، اخد لون كده اصفر بسيط جدا من فوق، وكمان اخد تسويه مظبوطه جدا من تحت، ولون القاع بتاعه حلو قوي. طبعا ما ينفعش نشكله دلوقتي خالص الا لما يبرد تماما. نيجي بقى لخطوه التشكيل. هنجيب بقى شوكولاته، اي نوع شوكولاته تفضليه، وهتبتدي بقى تسيحيها على بخار الماء او على حمام مائي لحد ما تكون بالشكل ده. كمان بزود معاها معلقه لبن ومعلقه زيت علشان يدينا لمعه حلوه قوي. بعد ما البسكوت بيبرد تماما بقى معانا هبدا ان انا اشكله. ببدا اخد كده بسكوته وهغمسها كده في الشوكولاته بالشكل اللي احنا شايفينه ده لحد ما تاخد كده قدر كويس من الشوكولاته وتتغلف كلها من فوق. هسيبها كده على جنب او هحطها كده في صاج لحد ما اخلص باقي الكميه بتاعتي. شايفين بقى الجمال ده؟ طبعا مفيش اسهل من كده، خطوات سهله وبسيطه جدا جدا. والاحلى من كده ان هو بسكوت اقتصادي قوي، بدون سمنه بقى وبدون زبده وبدون اي حاجه صعبه. عايزه اقول لكم ان الوصفه الاصليه بتاعه البسكوت دي بنستخدم ليها زبده، ولكن احنا بقى علشان نعملها اقتصاديه وتكون كده في متناول الجميع واي حد يقدر يعملها عملناها بالزيت وبدون اي اضافات تانية تخلي الوصفه صعبه علينا. بس كده يا بنات، هبدأ أشكل بقى كل البسكوت زي ما احنا شايفين كده لحد ما أخلص كل الكمية اللي معايا. لو انت بقى وصلت معايا لحد النقطة دي من الفيديو ولسه بتشوفيني لأول مرة، أتمنى طبعا تكوني مشتركة معايا في القناة، هكون سعيدة جدا بوجودك معايا. ولو عجبك الفيديو ده بقى ما تنسيش تحط لايك. نكمل بقى الفيديو بتاعنا. هنا بقى بعد ما خلصت تشكيل كله هبدأ اجيب بقى شوية من جوز الهند والشوكولاتة لسه طرية كده وابتدي ان انا ازينه. برضو ممكن تستبدلي جوز الهند هنا بشوية من الفورماسيل شوكولات او اي حاجة تانية، او ممكن تسيبيها سادة خالص كده. هي في جميع الاحوال هي جميلة جدا من غير اي حاجة. بس بما اني بقى بحب جوز الهند جدا وبعشقه في البسكوتات هبدأ ان انا ازينها بالشكل ده. بس كده بنسيبها بقى كده لحد ما تتشمع معانا الشوكولاته وتنشف تماما، وبعد كده بتقدموها بالف هنا وعافيه. شايفين بقى الشكل ده؟ جميل جدا. البسكوته حلوه قوي يا بنات، مقرمشه جدا ودايبه، وعايزه اقول لكم بجد بتدوب دوبان كده مع كوبايه الشاي. ما شاء الله اللهم بارك. حلوه قوي وتزيينها جميل جدا، ومقاديرها سهله وبسيطه ومتوفره في كل بيت. ان شاء الله يا بنات هتجربوها وباذن الله تعجبكم جدا. اكيد طبعا مفيش اسهل ولا اسرع من كده بسكوت او حلوى ممكن تجهزوها مع كوبايه شاي بلبن بقى او كوبايه شاي في البرد ده. بجد اكيد حاجه جميله جدا، حلوه سهله وسريعه ومش بتاخد معانا وقت خالص، وطبعا زيناها باقل التكاليف زي ما احنا شايفين. كده يا بنات نكون وصلنا مع بعض لنهايه الفيديو. طبعا اتمنى يكون عجبكم وتكونوا كمان استفدتوا من الطريقه. ان شاء الله يا بنات نتقابل على خير في فيديوهات تانية كتير. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.